اهلا وسهلا، تحيه طيبه لكل متابعي موقع البالون. غادي نتكلموا على واحد جوج ديال النقاط رئيسيه. اولا تفاصيل ديال الشجار اللي وقع والتشابك بالايدي ما بين لاعبي فريق المنتخب الوطني المغربي مع نظيره المنتخب الكونغولي. وكذلك غادي نتكلم، نعطي واحد القراءه بسيطه بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي علاش تعادل واش تبان لي في المباراه، وكذلك التوقع بالنسبه للمباراه المقبله. بدايه التفاصيل غادي ننقلوها للامانه الاعلاميه، يعني من البدايه حتى الاخير ديالها. بعد صافره النهايه، اللاعب العميد ديال المنتخب الكونغولي كان ما بعيدش على البونتوش ديال المنتخب الوطني المغربي. دخل عنده عفوا المدرب وليد الركراكي، يعني من خلال الصوره اللي شفتها انا بالعين المجرده ديالي سلم عليه اللاعب، كذلك سلم على وليد الركراكي. وليد الركراكي يعني طبطب له كما نقولوا على الكتف. من بعد اللاعب تسمع في ظرف 3 ثواني 4 ثواني يمكن كانت شي هضره، اللاعب قام بحركه لا اخلاقيه تجاه وليد الركراكي، وطبعا كانت رده فعل ديال وليد اللي تبعوه اللاعب بعد. جا هنا اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي تقريبا واحد 3 دقائق ديال اخذ ورد جزر ومد، مراسلات زائده ما بين اللاعبين، كذلك ما بين ستاف لا ديال المنتخب الكونغولي ولا المنتخب كذلك المغربي. من بعد اللاعب نفسه كيمشي للباب ديال مستودع الملابس، قام حركه اخرى ثانيه هنا خلات على انه النصيري كذلك المحمدي يتبعوا اللعب بقوه، مشاو تابعين اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي وتبعوه كذلك اللاعبين ديال الكونغوليين. كذلك نص بالمنصه الصحفيه حركات اللي كانت استفزازيه تجاه الزملاء الاعلاميين، يعني من خلال يعني مثلا كيطلعوا على حكيمي كما نقولوا حنا باللغه ديال الكره، يطلعوا على الاعلاميين المغاربه وتشادوا. وصلت كذلك التشابك بالايدي ما بين الاعلاميين المغاربه وكذلك الكونغوليين. الصوره العامه في هذه النقطه هذه كان واحد يعني نقدروا نقولوا ان الكونغوليين مشحونين بشكل كثير تجاه كل ما هو مغربي، لا في ندوه صحفيه ولا كذلك الصحفيين براسهم. اللاعبين كانوا باغيين ينتصروا على المنتخب الوطني المغربي، اللي خلاهم على انهم من بعد تسجيل الهدف داروا ديك رده الفعل. دابا ممكن على انه تفتح امور اخرى، خاصه اللجنه التاديبيه ديال الكاف في هذه الواقعه. نمشيو للطرح الثاني اللي غادي نتكلموا على المباراه تلاغي واش توقع بالنسبه للمباراه. اولا تكلمت تقريبا مع جميع الاخوان كذلك اللايف، التدخلات اللي كانت في مجموعه من المنابر الاعلاميه البارح، واللي قلت بان المنتخب الوطني المغربي ممكن يتعادل، ممكن ينتصر بواحد. يعني طبعا كنا كنتوقعوا بان المباراه صعيبه، ودائما كنقول بان الخصم ديال المنتخب الوطني المغربي ماشي هو في هذه المباراه السابقه ماشي هو الكونغو، انما كان توقيت المباراه وعار من العار على انه تجرى المباراه ديال الكان، يعني في هذاك التوقيت اللي غير مقبول نهائيا، لا للصوره ديال الكان ولا للصوره ديال المنتخبات. ما يمكنش تجيب حكيمي 70 مليار باش تلعبوا انت مع جوج ديال النهار القهار. فبالنسبه لي كانت بعد التوقيت ماشي هو نهائيا، تقول التوقيت علينا وعليهم تلاغي، فهذه اكبر مغالطه كتروج يعني في الصفحات. انا كنقول وقلتها البارح ونقولها اليوم، لما يغيب ما هو بدني ما يمكنش نتكلموا على ما هو تقني. ما يمكنش نقول لك التكتيك علاش ما لعبش بهذا او لعب بهذا. ولو تعاود المباراه امام المنتخب الكونغو او منتخب زامبيا او تنزانيا في نفس التوقيت غادي تكون مباراه صعبه على المغرب، لان تاريخيا المغرب لا المنتخب الوطني ولا الانديه الوطنيه ما كنقدروش على اننا نفوزوا خارج الميدان، يعني في التوقيت اللي كيتلعب بحال اليوم عبر التاريخ مره وبصعوبه كبيره. كنشوفوا بان الانديه الوطنيه دائما كتعتمد على المباريات ديال العوده، كذلك المنتخب كيعتمد كذلك في التصفيات على المباريات ديال العوده. يعني دائما كاين هذا الاشكال ديال اننا في هذاك التوقيت. تقول لي كيفاش هذا الجو حار تلاغي؟ نقول لك نشبهه بالحمام يعني البلد ديال المغربي. حنا عرقنا، حنا يعني وقفنا، نقدر نقول لك الجو ما تصوروش، اقسم بالله العلي العظيم الا جو صعيب صعيب صعيب. اللاعب كتشوفه ما قادرش يجري رجليه في 20 دقيقه الاولى زياش. كان نورمالمون شونجمون في 20 دقيقه الاولى. لو ان المباراه ما توقفتش اكثر من مره فلا اظن بانه كانوا غادي يقدروا يكملوا المباراه. حتى الكونغولي عياو، شفنا لاعب خرج السقفان، ولكن تقول لي علينا وعليهم نقول لك لا سمح لي، لان كل واحد وربي عطاه يعني الطبيعه ديالو. الروسي نيفو صغير، المغربي متعادل، اللي هنا في غرب افريقيا شويه كبير، يعني حتى في بزاف ديال الامور يعني الطبيعه ديال الانسان ماشي بحال ما يمكنش على انه لاعب مغربي يلعب في هذيك الاجواء.
زياش ما يقدرش انه يلعب نهائيا. زياش الا ما لعبتوش في الليل او انه تلعبوا في الاجواء الاوروبيه او المغربيه راه ما يعطيكش شي حاجه. بلا ما نتكلم على ما هو تكتيكي اللي طبعا خاصو يلعب فلان او يلعب فرتلان، ما نوصلهاش كاع. كنقول بهذه العباره ولو تعاود المباراه امام الكونغو بنفسها غادي تكون يا نتعادلوا يا نغلبوا يا نخسروا. امام الزامبي نفسها، امام تنزانيا نفسها، لان الصعوبه كتجلى في التوقيت ديال المباراه. التوقع ديال المباراه الاخيره غادي نقول لكم بان المنتخب غادي يكون افضل بكثير. علاش؟ لانها تلعب مساء. المنتخب الوطني المغربي غادي ينتصر في المباراه الاخيره وغادي يقدم مباراه كبيره. حتى لو انه مثلا الا كان شي تعادل ولا شي حاجه غادي يستحوذ على البالون وغادي يخلق فرص، لان اليوم ما كانش النتيجه وما كانش حتى الاداء. وقلت بانه البارح غادي يكون هذاك الايقاع ديال 10 دقائق وتنزل 10 وتلعب 10 او 5 وهكذا مشات الامور. نتمنى على ان الجماهير المغربيه تدعم المنتخب ديالها في هذه الفتره هذه. مازال ما كاين والو، لان في اخر المطاف البطوله تبدا من بعد المجموعات. بالنسبه لي انا، بالنسبه للمنتخب المغربي، لاننا غادي ندوزو ان شاء الله. ونتمنى على انه يكون هذاك التلاحم. لا داعي اننا نبقاو نستناو في الدوره. طبعا نقد البناء واجب بما فيهم عبد ربي غادي ينتقد ويعطيه بعض النقاط، ولكن ما نبقاوش نستناو في الدوره كما نقولوا. انا ما كنعممش طبعا البعض، ومن حقه حتى هو يعبر كما كان الحال. فحياكم الله ونتلاقاو ان شاء الله في دردشه اخرى. الى اللقاء.